كتير منكم سألوني ليش بقدم هالمحتوى أو ليش ما بقدم محتوى تاني. أنا بقدم هالمحتوى لأنه الكحول موجود بحياتنا سواء قبلنا أو رفضنا، وقلة الوعي بمجال الكحول بتسبب مشاكل كتيرة. هدفي أني أوصل معلومات دقيقة عن تاريخ الكحول، كيفية الاستهلاك المسؤول، وطريقة الاستمتاع بالمشروبات الكحولية بطريقة واعية وآمنة. أنا متفهمة تماماً أنه في بعض المجتمعات والثقافات ترفض التعامل مع الكحول، فمحتواي موجه للناس اللي بتشرب كحول، وحتى الناس اللي ما بتشرب كحول ممكن تستفيد من المعلومات اللي عم قدمها. هدفي مش التشجيع على الشرب، بل توعية الأشخاص اللي أصلاً بيشربوا كحول ويتعلموا كيف يستهلكوها بطريقة واعية وآمنة. بالنهاية كل شخص حر باتخاذ قراراته، وعلينا أن نحترم قرارات بعضنا البعض. شكراً لكل حدا دعمني بطريقة سلبية أو إيجابية، فأنتوا بالحالتين عم بتشجعوني لحتى استمر وأقدم الأفضل. وبالنهاية للناس اللي بتشرب كحول، ما تنسى أنه صحتك مش لعبة. اشرب بمسؤولية.